خميس كبر بزياده يا معلم، وخد الكل في وشه، ما سابش حد الا وداس عليه، حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخلاه معلم ما سلمش من ايده. ياه، ده انت شايل منه قوي يا ابو سنة. ضربة الضنا بموت يا نوح. واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طابخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ ما تفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيتي ليك هنا دي اكبر ضمان. بس اعرف الاول انت ناوي على ايه؟ النية باينة والكلام مفسر بعضه يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي؟ بشرط يا معلم. ايوه، شرط ايه بقى يا معلم ابو سنه؟ اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد، وعشان احط ايدي في ايدك لازم ابقى في مكاني معلم، راس براس انوح. استبينا. استبينا. تعالى جنبي. يا معلم، انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه يا ماما ده لو عايزانا نفضل مع بعض. انت عايزني اموت حته منك جوايا؟ ده الحل الوحيد للمصيبه اللي احنا فيها دلوقتي. مصيبه؟ طبعا مصيبه. خلفه زي دي وفي ظروف اللي انا فيها يبقى اسمها ايه؟ انا مراتك يا خميس، احنا كاتبين ورقه ولا انت نسيت؟ انا ما بتلويش دراعي بالورقه يا رمانه، والورقه دي ممكن اكون قوي ضيعتها في اي حته ونسيت. انت بتبيعني؟ امال راح فين الحب؟ انا بحبك يا رمانه، بحبك. امال الورقتين اللي احنا كاتبينهم دول ايه؟ انت عبيطه؟ انا الدنيا عكه معايا قوي يا رمانه، عكه قوي ومحدش حاسس بيا. انا داخل على عتب الدنيا تانية خالص، وما ينفعش حفره تانية اغرس فيها. لازم انا احرص يا رمانه، وكمان ما ينفعش عادي الباشا دلوقتي. المصالح بتتحكم فينا. المصالح؟ ده بعد كل اللي عملته عشانك والسنين اللي استنيتك فيها والدنيا بحالها اللي قعدتها لاجل خاطرك، بس مش عندك مصلحه. ما تحسبهاش كده يا رمانه. امال احسبها ازاي يا خميس؟ احسبيها زي كل الناس ما بتحسبها. الله، جو الحب والحوارات دي ما بقتش تنفع الايام دي. خدت جنب ووسعت سكه لحاجات تانية اهم بكتير، حاجات بيتحكم فيها المصالح. انا فاضل لي تكه يا رمانه، تكه، وابقى كبير السوق واملك السوق كله في ايدي. وعمري ما هسمح لاي حاجه مهما كانت انها تعطلني.